يا هيك الكباب هندي يا بلا. حابين تاكلوا مثل هيك صينية كباب هندي بطعمة خرافية وما بتنسوها بحياتكم، وكل مرة رح تعملوها بنفس هي الطريقة. طعمة يعني نحضر أطيب صينية كباب هندي. كيفكم يا غوالي؟ لحتى نعمل أطيب صينية كباب هندي مثل اللي شفتوها، شوفوا شو حنعمل مع بعض. أول شيء أنا عندي هون 750 جرام من لحمة الغنم المدهنة مفرومة والشين على الناعمة. تمام يا غوالي؟ هلا حنجي حنفضيهم هون بهالشكل هذا. عندي هون حبة بصل صغيرة وسنين 3 توم مقشرين مثل ما انكم شايفينهم. بيجي عندي بصلة صغيرة فرمتها هيك رباح حطها هون، وثلاث سنان توم عليهم، نص كاسة مي. هدول فضيناهم فوق اللحمة يلي عنا. يلزمني عليهم نص معلقة صغيرة من الكاري وملح كمية يلي عنا وحسب الرغبة. هيك تقريبا أنا حطيت معلقة ونص صغار، وفلفل أسود. هذا كل يلي بيلزمنا للحمة، وبنخلط خلطا مبرحا هون كتير منيح. هيك لحمتنا صارت جاهزة بهالشكل هذا، حطيناها هون. هلا بنخليها على جنب. وهذا ما عاد لازمنا يا غوالي. بيلزمني 4-5 حبات بصل يكونوا كبار، حافرمهم بهالشكل هذا. كمان بندورة يلي عنا حافرمها بهالشكل هذا. والبندورة انا ما قشرتها، ما انا مقشرها. تمام يا غوالي؟ مقطعها بس بهالطريقة هي. وبهالوقت هذا اللي انتم عم تحضروا فيه هي الاغراض المكونات، لا تنسوا تكونوا مشغلين الفرن على درجه حراره 200 فوق وتحت. وعندنا كمان 3 حبات فليفله خضراء، واذا في كمان حمراء حطوا معاها ما في مشكله. مقطعه بهالشكل هذا طرنشات مثل ما انتم شايفين. وهلا يا غوالي قبل ما نبلش بتحضير الطبخه تبعيتنا، راح يديلكم المكونات كلياتها وحتلاقوهم مكتوبين عندكم على الشاشه. تمام؟ عندي كيلو ونص بندوره، وعندي 4-5 حبات بصل كبار مقطعين طرنشات، وعندي 3 حبات فلفل خضراء مقطعين طرنشات، وعندي 750 جرام لحمة غنم حطيت لها فلفل اسود وكاري وملح على حسب الكمية وحسب الرغبة، و3 اسنان توم وبصلة صغيرة مفرومين على الخلاط ناعم، وحطيتهم معهم وخلطتهم مع بعض. وبيلزمني لتحضير الطبخة تبعيتنا معلقة ونص صغيرة من هدول كاري. تمام؟ معلقة صغيرة ملح، نص معلقة صغيرة فلفل اسود، معلقة صغيرة كزبرة ناعمة، معلقة صغيرة كمون. تمام يا غوالي؟ حطينا طنجرة على الغاز يا غوالي. نسيت لكم كمان عندي معلقة ونص أكل دبس بندورة. تمام؟ لأنه البندورة اللي عندي فاتحة شوي، ما أنا كثير حمراء، فأنا بدعمها بدبس البندورة بتطلع كثير طيبة. حط المكونات نية بالصينية وحط اللحمة فوق منها ودخلها على الفرن مثل يعني الطريقة المعتادة اللي كثير عالم بيعملوها، بتطلع ما طيبة، ما بنستفاد شيء، ما بناخذ النكهة يلي لازم ناخذها تبعية كباب هندي. حاعملكم هي الطريقة وجربوها واعطوني رايكم بالتعليقات، ولا تنسونا من اللايك والاشتراك بالقناه وتفعيل زر الجرس. هلا يا غوالي انا حطيت بالطنجره زيت ابيض وزيت زيتون. حفضي البصل يلي عندي، بسم الله الرحمن الرحيم. حقلبهم شوي بالزيت يلي عنا، والفليفله الخضراء كمان. هلا هدول بنقلبهم شي 3-4 دقائق مع بعض بس ليتدبلوا عنا شوي صغيره. بنحط البندوره والدبس بندوره يلي عنا فوق منهم. وهيك يا غوالي بعد ما وصلوا لهالمرحله هاي البندوره يلي عنا والدبس بندوره والبهارات يلي قلنا لكم عليها. وهلا بنبلش نحرك لينخلطوا معنا مزبوط. هلا هيك يا غوالي ضلوا معنا على الغاز 10 دقائق، سووا نص استوى، ما خلينا هون يستووا على الاخير. تمام؟ هلا بنجيب صينيه الفرن اللي عندنا يا غوالي. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا ليش انا ما حطيتهم نيين بالصينيه؟ انا ما حطيتهم نيين بالصينيه لانه ما حياخذوا النكهه اللي بدنا اياها. هي اول شغله. وثاني شغله حيطولوا بالفرن ليستووا، فاللحمه من عنا يعني لما نغطي الصينيه هي لازم نغطيها بقصدير وندخلها على الفرن مشان اللحمه ما تحترق قبل ما تستوي صينيه البندوره يلي عنا والبصل والخضار يلي. فهيك نحن هلا حتشوفوا كيف حنعملها. هيك هلا حتاكل معنا هي بالفرن شغله ثلث ساعه لنص ساعه، مو اكثر من هيك. واللحمه بتستوي هي والبندوره والبصل والفليفله بيطلعوا مع بعض، لا اللحمه بتحترق والخضار بتضلها نيه، ولا كله بيستوي، كله بيطلع قوام واحد بالنهايه. تمام؟ بهالشكل هذا. هلا حنلبس كف. وهلا يا غوالي بعد ما فضينا البندوره والخضار اللي عندنا بالصينيه، هلا حنيجي للحمه. بنمسك كيف بتحبوا انتم تشكلوها شكلوها، بس هو الشكل المفضل لصينيه كباب هندي بهالطريقه هي بهالشكل هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين يا غوالي؟ ولا ابسط من هيك ولا اسهل من هيك. بتحبوا يعني قربوهم لزقوهم على بعض، لانه هلا لما تستوي شوي حتكش هي حيبعدوا عن بعض. تمام يا غوالي؟ بسم الله. شايفين كيف تطلع محلاها يا غوالي؟ شايفين كثير، وما بدها شيء، ولا تحطوا ايدكم بالمي، وما بدها شيء، ما تلزق اللحمه على ايدكم ابدا. هلا بنيجي يا غوالي مثل ما انتم شايفين. شايفين بسم الله ما شاء الله؟ شايفين على هالرسمه على هاللوحه الفنيه؟
وغير الروايح. يعني شو بدي احكي لكم، شيء خيال. هذا مو كباب هندي، هذا ذهب احمر. هاي الصينيه يا غوالي. هلا بنجي يلي اكيد الكباب الهندي ما بياكلوا هي الاكله بدون هي الفليفله الحده يلي شايفينها يا غوالي. هدول حنحط هيك بهالشكل هذا، لانه هدول يعني لحالهم اكله. وهيك يا غوالي صينيتنا صارت جاهزه. هلا على الفليفله هي الحده يلي حطيناها او حلوه، في انتم حسب الرغبه. شويه زيت زيتون. هلا حنحطها بالفرن على درجه حراره شغال 200 فوق وتحت. حنحطها بالطبقه التحتانيه بدون ما نغطي وشها، بدون اي شيء ابدا. بسم الله الرحمن الرحيم. وهيك يا غوالي الصينيه صار لها عنا بالفرن نص ساعه بالضبط. تمام. هلا حنطالعها ونشوف كيف صارت معنا. لك ايه شو هالكباب هندي هذا؟ شو هالصينيه الذهب هي؟ هيك الكباب هندي يا بلا. شو هالذهب هذا؟ شو هالذهب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين لي هدول كيف طلعوا ما احلاهم يا غوالي؟ شايفين؟ هيك الكباب عندي. شايفين؟ شوفوا لي قطعة اللحمة كيف. هات اعطينا خبزة من عندك لو سمحتي. هاتي لنجرب. شايفين الدهن هذا؟ الدهن هذا من اللحمة يا غوالي. هذا من اللحمة الدهن. شايفين لي قطعة اللحمة كيف؟ ومن قلبها مستوية. شايفين؟ هيا غوالي هيك من دهنه وسقيله. من هون شايفين كيف؟ شايفين لي على هالدهن؟ هذا من اللحمة الدهن ها. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ويلا. هي خدها هيك ومخلى. شو هالاكله؟ شو هالاكله الخرافيه؟ يا هيك الكباب هندي يا بلا. كان معكم شيف عماد. سلام.